بسم الله الرحمن الرحيم. تحية طيبة لكم يا أحباب. اليوم الفيديو بتاعنا عن الشعب السوداني ود المدثر اللي أنقذ السيدة المصرية من عجلات القطار وفقد ذراعه. نسأل الله إنه يشفيك ويعافيك ويجعل لك في ميزان حسناتك. وموقف بطولي وموقف شهم، ودي عاداتنا ودي يعني اللي تربينا عليه وما في شيء جديد. فنسأل الله إنه يقويك ويجعل الفقد ده زيادة وكفارة لك، ونسأل الله إنه يشفيك ويعافيك. ودينا نحن السودانيين والحمد لله كثير على الحتة دي، وصراحة قلوبنا معاك وتكيفنا جدا للموضوع. ونحن طبعا المصريين شعب واحد، شعب يشرب من نيل واحد، ودي المعهودة أصلا في السودانيين، يعني شهامة ورجولة وفزعة. ناس فزعة البكورك. والله يشفيك ويعافيك. ويعني صراحة السيدة بتكون شاكرة لك كل الشكر وأهلها كمان. وفي فيديوهات لافة كتير، ونسأل الله إنه يقويك والحمد لله على كل حال. فصراحة موقفك جميل ويستاهل نشكرك وندعي لك من قلوبنا إنه ربنا يشفيك ويعافيك ويصبرك على الفقد. والحمد لله زي ما تقول، لله ما أعطى ولله ما أخذ. فدي شهامتنا والحمد لله كثير. ويعني ما يعني الكلمات ذاتها ما لاقي كلمات ذاتها نقدر نديك ليه غير نسأل الله إنه يشفيك ويعافيك. وموقفك صراحة بطولي، وموقفك ندر في زمن المعانا ده والقدامنا والجاي. ودمت بخير وتحياتنا لك. وتأكد كل إنسان يسمع الشيء اللي أنت قمت به والشيء اللي عملته صراحة بيتكيف جدا. ونسأل الله إنه يقويك ويعافيك ودمت بخير ودمت زخر للوطن، والله يكثر من أمثالك. وديلا نحن السودانيين أهل الحار أهل الفزعة والحمد لله كثير. والسلام عليكم ورحمة الله.